لما تتخرج باذن الله وتغوص في سوق العمل هتسمع المصطلحين دول، فوراين بروكيورمنت ولوكال بروكيورمنت. طيب ايه الفرق بينهم؟ قبل ما اقول لك الفرق تعال اقول لك بسرعه ايه هي وظيفه البروكيورمنت اصلا. البروكيورمنت او البرتشيزنج او المشتريات والتعاقدات مهمتهم الاساسيه هي التواصل مع الموزعين المختلفين لشراء اي حاجه مطلوبه للشركه او للمصنع اللي شغالين فيه، وبيتابعوا عمليه الشراء والشحن والتخزين والفواتير والتسليم وغيره وغيره. والحاجات المطلوبه دي في منها محلي وفي منها مستورد. المشتريات يا جماعه بيحاول يشوف ايه اللي هيحقق له المواصفات المطلوبه باعلى جوده واقل تكلفه، واحيانا ما بيكونش متاح محلي من الحاجه المطلوبه اصلا، وارد عادي جدا. فبمنتهى البساطه دور الفوراين بروكيورمنت او احيانا بيبقى اسمه انترناشونال بروكيورمنت انه يمسك الجزء الخاص بشراء المستلزمات المستورده، وبالتبعيه اللوكال بروكيورمنت هيمسك الجزء الخاص بشراء المستلزمات المحليه. دور الاثنين شبه بعض تقريبا، ولكن الفوراين تعامل مع التحويلات الاجنبيه اكتر وتسهيلات تحويل الفلوس بالدولار مثلا او باي عمله اجنبيه. ده غير انه بيتعامل مش بس مع الشحن البري لوصول المعدات المطلوبه، ولكن بيتعامل برضو مع الشحن البحري والجوي، وطبعا بيكون ليه تعاملات مع الجمارك عشان يستلم الشحنه ويتاكد منها وهكذا. سواء قررت تبقى ده او ده فالاثنين بيدوك خبره كبيره جدا في التعامل مع الموزعين، وبتعمل علاقات واسعه مع تجار مختلفين، وبتعرف السوق ماشي ازاي وفي ايه. وده حلو جدا لو حابب تستقل بشركتك ويبقى ليك بيزنس خاص بيك بعدين باذن الله. واخيرا احيانا الشركه مش بتقسم المهمه دي على اثنين، ولكن لو الشركه كبيره والبيزنس كبير غالبا هتلاقي فيها ده وده. لو عندك اي استفسار او مجال حابب تعرف عنه اكتبوا لي في الكومنتات وانا باذن الله اعمل لك عنهم حلقات مخصوص. وبس كده، سلام عليكم.